احلى عصاير لرمضان، 6 عصاير بميكسات اول مره تشوفيهم في حياتك. عمرك سمعتي على قمر الدين مانجا؟ طب قمر الدين الفراوله؟ طب قمر الدين الجوافه؟ وزبده الفول السوداني بمكون واحد بس، ولا زيت ولا غيره، ومش هتخافي على المطحنه تاني. كل الحلاوه دي عملناها باقوى خلاط في مصر، واقوى مطحنه جايه معاه خلاط رافال فظيع يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده عمل حاجات حلوه جدا جدا. تعالي بسرعه اقول لك عملناهم ازاي ويبقى احلى رمضان ده ولا ايه. انا حرفيا بقالي 6 شهور بستخدم خلاط رافال ومش عارفه استخدم غيره من يوم ما اكتشفته، وده اللي عملت لكم فيه الطحينه، فاكرين؟ من غير اي اضافات، وكلكم ساعتها سالتوني عليه ضمان حقيقي 2 سنين، قوي جدا 1800 واط وكبير يا جماعه، بيشيل لحد 8 كوبايات، في سرعات كتيره جدا، يعني حتى التلج هيفرمه من غير بقى ما تخافي على الخلاط. خلاص الكلام ده كان زمان. يلا بقى يا جماعه نبتدي بالبيز بتاع عصاير قمر الدين. انا حطيت كوبايه ميه على النار عشان اعمل عصير قمر الدين مركز، وحطيت عليها لفه قمر الدين تغلي شويه، وحطيت عليها حوالي ربع او نص كوبايه من السكر. استنيت مفيش 5 دقائق بس علشان القمر الدين يبتدي يدوب معانا. دلوقتي بقى هجيب الخلاط بتاعي وابتدي اول حاجه بالفراوله اللي كنا عاملينها فروزن مع بعض يا جماعه. انا حطيت شويه ميه كده صغيرين وعليها الفراوله، ولو انت عايزه الفراوله سموذي اكتر قللي الميه، عايزاها سموذي اقل كتري الميه. ودي حوالي نص كيلو فراوله، حطيت عليهم تقريبا كده كبشتين من قمر الدين، وتضربي كويس جدا جدا. وطبعا هو اوريدي خلاص محلى عشان احنا كنا حاطين سكر. نيجي لتاني عصير معانا برده، دي المانجا اللي كنا عاملينها مع بعض فروزن، حوالي نص كيلو من المانجا، حوالي برده عليهم كبشتين من قمر الدين، وبرده زي ما قلت لك هو محلى، وحوالي نص كوبايه من الميه، وتضربي كويس جدا جدا. ودرجه السموذي برده زي ما انت عايزه، اذا كان تزودي الميه او لا. ده تاني عصير معانا. ندخل بقى على المانجا اللي بالصوبيا يا جماعه، حلوه حلاوه مش طبيعيه، حوالي معلقتين صوبيا على نص كيلو مانجا وكوبايه لبن. عايزه اقول على حاجه، ما تحطيش سكر، الصوبيا اوريدي بتيجي من عند العطار مسكره، طعمه اكتر من رائع. دلوقتي برضو دي الجوافه اللي كنا عاملينها مع بعض فروزن، هتحطيها في الخلاط ومعاها شويه ميه كده، طبعا حسب كميه الجوافه اللي عندك، وشوفي درجه السموذي برضو. طبعا هنصفي الجوافه الاول من البذور بتاعتها، وبعد كده نبتدي نحط الاضافات بتاعتنا. انا حطيت حوالي كوبايه لبن وقد حزمه نعناع فريش كده، وطبعا السكر بقى براحتك، تحطي عسل نحل، تحطي 3 4 معالق سكر، دي حاجه بقى ترجع لك. المهم يعني عايزاكم تجربوا الميكس ده. يلا بقى نعمل من بقيه الجوافه برضو المتصفيه المتنضفه خلاص من البذور. حطيت الجوافه وعليها شويه قمر الدين، وحسب برضو انت عايزه طعم الجوافه يبان اكتر ولا طعم القمر الدين هو اللي يبان اكتر، هتعمليها وانت هتدوقيها وانت اللي هتقرري. دلوقتي بقى يا جماعه ده بلح معجون تمر، سواء عجوه او بلح تكوني انت سلقاه شويه في ميه ضروري عشان يبقى طري، معلقتين صوبيا وكوبايتين لبن. وعايزه اقول لك انه احلى عصير بلح صوبيا باللبن هتدوقيه في حياتك، فعلا حلو قوي. دلوقتي بقى نخش على اخر حاجه، البلح باللبن طبعا يا جماعه الراعي الرسمي لرمضان، بس انا هنا زودت عليه قرفه مع اللبن، كوبايتين لبن عليهم 3 4 معالق من معجون البلح، وحطيت عليهم معلقتين قرفه، وتضربي كويس جدا. يا جماعه عايزه اقول لكم ميكسات العصاير دي حلوه قوي، بس بقول لك استني احنا لسه ما خلصناش. يلا بقى ندخل على المطحنه الجباره، واللي حرفيا انا ما بخافش ابدا وانا بستعملها. حطي بقى القرفه الكميه اللي انت عايزاها، المطحنه كبيره جدا اللي جايه طبعا مع رافال، بتطحن اقوى واصعب الحاجات، يعني مثلا ده القرفه دوسه واحده يا جماعه، بصي القرفه بقت عامله ازاي وبصي ناعمه ازاي. مش بس كده بقى، نفسك تعملي طحينه، نفسك تعملي زبده فول سوداني، مش بتحتاجي مكونات خالص، ومش هتخافي على المطحنه وما ترجعيش زي فيديو الطحينه وتقولي لي يا نهله انا خفت فحطيت زيت. اوعي تحطي ولا حاجه، تحمصي بس السوداني او السمسم اللي هتعملي طحينه، تحمصيه دقايق يطلع الرطوبه منه، مفيش دقيقتين، وتحطيه بقى في كبه رافال يا جماعه 3 4 مرات 5 مرات حسب كميه السوداني اللي انت حطاه. ايدك فيها بقى كام ضربه كده وتقلبي، كام ضربه وتقلبي. عايزه اقول لك هيتحول معاكي بسرعه لزبده فول سوداني. وزي ما انتم شايفين عايزاكي تركزي لي في المنظر بس، علشان بجد يا جماعه هيبهركم. نفسك في طحينه، نفسك في زبده فول سوداني او زبده بندق او زبده لوز او زبده حتى بيستاشيو، اي زبده نفسك فيها هتحطيها في مطحنه رافال، هيطلع معاكي المنظر اللي انت شايفاه ده من غير اضافه اي نقطه اي حاجه. وهسيب لكم كل تفاصيل رافال في الكومنتات. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرموناش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.